انت فاهمه كل الكلام الحلو بقى اللي احنا عاملين نسمعه ده هيخليني عايزه اعرف الناس قصه نجاح طويله ممتعه. ان احنا معانا دكتور معتز ازاي خد قصه نجاحه في انه يتحول من ان هو دكتور اسنان محلي، طبعا مع احترامي وكل دكاترتنا في مصر على راسنا من فوق، طبعا. ليوصل مرحله العالميه وان هو يبقى تراستد من جهات بعينها، ان زي ما قلنا في الاول ما حدش بثق في دكتور السنان طبعا. فلما نوصل للمرحله دي دكتور معتز عمل ايه عشان يوصل للحته دي؟ بص هو يعني ده عايزه حلقه دي يعني ما احنا مكملين. بس انا بشكرك على كلمه العالميه. هيشرفنا دكتور خالد ودكتور احمد يكونوا معانا بقى ان شاء الله في الحلقات الجايه باذن الله. بص هو انا بشكرك على كلمه العالميه دي. هي الحقيقه يعني مش انا بس، يعني انا كطبيب مصري انا يعني افضل الطبيب المصري في العالم ان هو يعني اصنفه ان هو رقم واحد على مستوى العالم. والطبيب المصري يستحق بالظبط احنا الطبيب المصري يستحق ان هو يكون رقم واحد، بس احنا ينقصنا بس الابديتنج والابجريدنج في التكنولوجي. رغم ان احنا دلوقتي يعني يكاد يكون انا متخيل ان احنا في مصر هنا عندنا اعلى تكنولوجي باعلى اجهزه باعلى حاجه. بصي انا ليه حكايه كده يعني احنا عايزين نسمع طب طب الاسنان ده بالنسبه لي كان وكمان ازاي دخلت اسنان من غير تردد، عشان دايما اللي بيختاروا اسنان خليني احييكي على السؤال العظيم ده. لا هي كان فيها تردد، يعني هي موضوع طب الاسنان ده معايا جه يمكن بايلك كده يعني، او يمكن كان امي بشكرها جدا ان هي يعني ساعدتني في القصه دي، او هي كانت المحرك الرئيسي. هو انا في البدايه اصلا انا ما كنتش في طب اسنان، انا كنت في كليه العلوم وخدت بكالوريوس علوم فعلا، وبعد بكالوريوس علوم حضرت ماستر في الميكروبيولوجي وخدت ماجستير في الميكروبيولوجي. والحقيقه يعني كانت ظروف عملي ودتني في منطقه كانت فيها جامعه في مدينه 6 اكتوبر. وانا علشان احنا اهل 6 اكتوبر. والحقيقه انا كنت الفكره بتاعتي ان انا اعمل دراسات عليا ما بعد الماجستير. ولما جيت قعدت في جامعه من احدى الجامعات اللي كانت هناك، ودخلت عشان اسال على الدراسات العليا، الحقيقه شفت دخلت عيادات طب الاسنان، دخلت العيادات نفسها، شفت الطلبه وهم بيشتغلوا، شدني المجال بصراحه. يعني انا لما شفت الطلبه وهم بيشتغلوا على مرضى واليونتس وشكل الاسنان، الحقيقه انا ما كانش في دماغي خالص يعني الحقيقه انبهرت جدا. طب دي رساله حلوه قوي لكل الناس بقى اللي عايزين يدخل طب يركز في الموضوع ده عشان فعلا يعني انت عارفه انت اللي هو المقوله اللي هي اذا كنت تحب ما تعمل حب ما اعمل ما تحب. هي فعلا انا يعني دورت على اللي انا عايز احبه ايه عشان اشتغله.